الزيتون الأسود بالمحلول الملحي للبيتزا والسلطات. الطريقة الثانية بزيت الزيتون لوجبة الفطور. بنبدأ بنقع الزيتون لمدة أسبوعين أو قد ما بتحبوا انقعوه. بنغير المي على الزيتون يوميا. بعد أسبوعين بنصفيه من المي وبنحط عليه ملح كمية كبيرة، ملح خشن حصرا. بحطه بكيس البصل وبعلقه برا بالشمسة. بفوته تالي نهار عشان ما يطول رطوبة. بستمر على هاي الحالة لمدة أسبوع. بعد أسبوع بغلي مي وبنزله فيها لمدة 3 دقائق عشان أغسله من الملح الزايد. وبرجع بصفيه 3-4 ساعات. الزيتون اللي حبته مدعبلة كروية بشتغله محلول الملحي للبيتزا والسلطات. بعبي 3/4 المرتبان من المحلول الملحي، والربع الأخير عصير ليمون فريش، والطبقة الأخيرة زيت حتى يمنع التعفن. وهيك صار جاهز معنا. بغطيه بقطعة نايلون وبحكم إغلاقه، وبعد 10 أيام رح يكون جاهز للاستهلاك. وهي شكله ظريف أمامكم. ننتقل للوصفة الثانية، زيتون الفطور. الزيتون اللي حبته بتكون طويلة مش كروية. بضيف له 1/3 عصير الليمون و2 زيت الزيتون. وطبعا ما راح أضيف له ملح لأنه تملح لمدة أسبوع كامل. وأكيد بنضيف عليه شرائح من الليمون والفلفل الحار إذا بتحبوا. خبرونا عن طريقتكم وباي باي سيو.